بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم. انتظر سؤال واحد فقط. إذا كنت تشعر بنتيجة المباراة النهائية من الداخل، لكن لا يمكنك قول ذلك له، هل ستشاهده حتى النهاية؟ بحسب ليلى عبد اللطيف، من الخطأ وصف نهائي كأس الأمم الإفريقية هذا بالفوز. يكفي مجرد تلميح. اكتب كلمة واحدة فقط في التعليق: جذبة من السيطرة تحت. والآن انتظر حتى النهاية، لأن أي شيء يقال بشكل مباشر إنها لا تبقى قابلة للتنبؤ. والآن دعونا نتحدث عن المباراة النهائية. وصل كل من المغرب والسنغال إلى هنا. لا يقتصر الأمر على كرة القدم فقط على هذا المسرح. هنا يتم التلاعب بالعقل. وتقول ليلى عبد اللطيف: خسرت زوجا في النهائيات، العقل يعمل كثيرا. وبحسب قولهم، الدقائق القليلة الأولى تكون صاخبة فقط، حشد، ضغط، هجمات سريعة، كل هذا مجرد اختبار. تبدأ المباراة الفعلية لاحقا، عندما تكون نتيجة المباراة بسيطة، عندما يبدأ الوقت بالتباطؤ، وعندما يتم اتخاذ كل قرار يتراكم الوزن. ليلى تقول: يوجد في هذا الوقت نوعان من الفرق، واحد يظهر الشغف، والواحد الذي يخفي المشاعر، وغالبا ما يفوزون إنه قريب من الشيء المخفي. هذه المباراة النهائية أيضا لن يحسم الهدف الأول كل شيء. نعم، لقد مر وقت طويل يا صديقي. عندما ثانية، يا له من رد فعل مروح. بإمكانك تغيير كل شيء. هذا ما يقوله التحليل: الفريق تحت الضغط يبطئ سرعتك. من الذي يشعر بالخوف أصلا؟ إنها تتخذ قرارات بسيطة، إنها أقرب إلى النهاية. وإذا امتدت المباراة إلى الوقت الإضافي، تهن ليلى عبد اللطيف كبرابق، يهدأ ضجيج الحشد، تتعب القدمان، ثم تقول شيئا واحدا فقط: خبرة. ليلى في هذا المكان إنها تروي لنا أعمق قصصها. قال: غالبا ما تكون النهائيات هذا الفريق لا يفوز من يصرخ كثيرا، بل إنها هي التي تفوز، التي تلتزم الصمت التام، إنها تصطاد فريستها بنفسها. ثم قال جملة وهي التي لاحظها عدد قليل جدا من الناس. قال: هل هذا هو قراري النهائي؟ أنا الأسد الأسود نزار أي جاء، لأن مغربي كي طرف سيأتي. لن يحدث ضجة كبيرة، لكنني عندما أنتقل حينها سيفوز بكل شيء. لم تأخذ ليلى الاسم، لم يخبر الفريق. كل هذا ما قلته، أن أولئك الذين يستطيعون فهم التلميح هذا يكفيهم. والسؤال الآن هو: هل فزت في المباراة النهائية؟ لقد فهمت المباراة للتو. هل رأيت هذه الإشارة أيضا؟ صوت شوزرة. كالا شير هميشة لا يصدر عنه ضوضاء. أحيانا يأتي في صمت، وعندما يظهر ذلك للعيان ثم تنتهي اللعبة. والآن تذكر مرة أخرى، ماذا كتبت في التعليق؟ جذبة لي يتحكم. ليلى عبد اللطيف كإشارة ينتهي هنا، بلا اسم، مجرد صورة ستحدد أرضية الملعب الباقي. وإذا أردت مثل هذه التنبؤات الإيمائية، لي تحليل خفي من نوع AC وأشياء من هذا القبيل، ينبغي عليكم الاستمرار في الاجتماع قبل المباراة. لذا لا تنسوا الاشتراك في القناة، لأن بعض الأشياء ليس المقصود منها أن يسمع هذا الكلام بشكل مباشر، المقصود منه أن يفهم.